خطورة ترك باب الحمام مفتوحا. إن موضوع ترك باب الحمام مفتوحا هو موضوع خطير وشائك، حيث قام البعض ببيان أن عند ترك باب الحمام مفتوحا وإن هذا الأمر يؤدي إلى انتشار الشياطين داخل البيت، وإنه يجب علينا بعد استخدام الحمام أن نقوم على الفور بإغلاقه ثم قراءة بسم الله، نظرا للشياطين لا تستطيع فتح الباب المذكور عليه بسم الله. واستكمالا لهذا الموضوع نتعرض لمواضيع تابعة له، منها خطورة البكاء داخل الحمام، حيث نجد أن بعض الفتيات باستمرار يقومون بالبكاء داخل الحمام. هذا الأمر يدفع الجن أو الشيطان للتلبس بجسمك، مما يسبب لك الكثير من المشاكل، منها تأخر زواجك أو تأخر رزقك، ويجعلك تشعرين بالتعب في حياتك وإحساس دائم بالحزن والهم، وإن الأمر الذي يؤدي بك لنهاية إلى مرض الصرع. فاحذري عزيزتي من البكاء في الحمام. وإليكم بعض النصائح للتخلص من الجن والشياطين بالمنزل. الأمر الأول: يجب كل 3 أيام تشغيل سورة البقرة في المنزل، حيث أن الشيطان يفر هاربا من المنزل المشغل به سورة البقرة ولا يعود لمدة 3 أيام. ثانيا، يجب عليك المحافظة على مواعيد النوم لتحقيق التوازن بين الليل والنهار، لأن الجن والشياطين ربما ينتشرون بالليل أكثر من النهار، فإن الله عز وجل أمرنا بإغلاق الأبواب والبقاء في المنازل ليلا، نظرا لانتشار مخلوقات الله الغريبة التي ربما لا ندري عليها شيئا، وذلك ليلا. الأمر الثالث: يجب عليك ربة المنزل أن تقومي بالمحافظة على أولادك من الجن والشياطين، وذلك من خلال الرقية الشرعية في المنزل بصفة مستمرة ودورية. الأمر الرابع: من الضروري جدا قراءة سورة الملك قبل النوم، بالإضافة إلى آيات الكرسي، حتى يساعدك ذلك الأمر على البقاء بعيدا عن الجن خلال نومك ليلا. كما تقدم في الموضوع من بيان خطورة انتشار الجن والشياطين في المنزل، والسبب الرئيسي هو ترك باب الحمام مفتوح.